ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اختي وحبيبتي وامي وكل الحاجات الحلوه اللي انتم متابعيني وكل الكلام الجميل اللي انتم بتكتبوه في الكومنتات، تسلموا عليه بجد 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 بجد. ربنا يبارك لكم يا رب في حياتكم وفي عمركم. بيفرحني جدا اللايك بتاعكم والكومنت الجميل بتاعكم. لو انت مشتركه بقى او معلش بتتفرجي عليا بصمت، حطي لايك الجميل بتاعك والاشتراك الجميل بتاعك عشان الفيديوهات بتاعت ام هاجر اللي جايه هتعجبكم جدا. هنعمل النهارده ايه بقى يا ام هاجر؟ النهارده هنعمل وجبه عشاء. وجبة عشاء غريبة شوية بس ايه هتعجبكم. حلة على النار اهو زي ما انتوا شايفين، وحاطة فيها ونزلت بيها كده باربع فصوص توم مدقوق في الهون الجميل بتاعنا، وهبدأ ان انا اديهم صدمة واخليه يطلع ريحة فقط لا غير. طب يا ام هاجر، وجبتنا كلفتنا كام؟ 50 جنيه. 50 جنيه عشاء وعلى فكرة ساعات بفطر من غير ولا مليم، انا بجيب عشاية كمان، بس انا النهاردة قلت ايه اغير عليهم كده واظبط لهم الدنيا. جبت نص كيلو بكلاويز ب50 جنيه. انا قلت النهاردة اروق عليهم. فاض معايا كده 50 جنيه محترمة كده من المصروف اليومي، فقلت لا بقى اما اروق عليهم كده واجيب لهم وجبة عشاء مختلفة وحلوة كده تعجبهم ان شاء الله. وجبة العشاء الجميلة دي جبت نص كيلو بكلاويز او جندوفلي حسب بقى المسمى اللي بتسموه بيه، ب50 جنيه. طب يا ام هاجر، تنفع وجبة عشاء حلوة جدا، وجبة غدا خطيرة. فالصراحة أنا بحبه، لا إما أعمله في الغدا بالطريقة دي جنب أكل شعبي، أو في العشاء جنب أكل شعبي. عندي هنا الصراحة الأولاد وزوجي بيحبوه جدا وأنا كمان بحبه جدا، فقلت بقى إيه أرورش عليهم كده شوية، أصرف بقى. أم هاجر يا جماعة صرفت في العشاء. يلا ربنا يا رب يرزقنا كلنا ويصلح حالنا جميعا يا رب. معلش بقى على السلك دوت، بس ده كان بعد فيديو المشتريات بتاعت المنظفات. حتى نبصوا المعطر محطوط ازاي، كنت لسه ما لميتش الحاجه وكنت لسه ما قطعتش السلك وكده، فقلت اسيب بس قبل ما اعمل عشاء للاولاد، وبعد كده ابقى اقعد ايه ارص بقى حاجتي كده واقص السلك واظبط ايه دنيتي. بصوا بقى هقلي جنبه بطاطس، وعندي بقى دي اخر حته عجينه من اللي انا بعملها في البيت. بصوا حتى ان الكيس مفتوح اهيت، فانا سايباه قلت اشيله برضو المعطر عشان شكلي العام وكده، رغم ان هو مقفول يعني. المعطر مقفول مش مفتوح، عشان بس ما تفتكروش لا ده لسه جديد والله. فدي اخر حته عجينه طلعتها من الفريزر، هعملها برضو جنب البطاطس وجنب البكلاويز او الجندفلي. والله العظيم بيبقى عشاء بياكلوا ويشبعوا. ولو وجبة غدا يعني تنفع وجبة غدا ووجبة عشاء، فاللي يريحك اعمليه. ابديكي افكار وبديكي ميزانية معينة بنمشي بيها الدنيا. انا كان معايا 50 جنيه، جبت لهم نص كيلو بكلاويز، وعندي بطاطس، وعاملة طعميتي في الفريزر، وعاملة فولي في الفريزر، وكل الحاجات الجميلة اللي انتوا عارفينها دي. طبعا ام هاجر قايله لكم على ميزانيتها، فاكيد كمان ميزانيتكم بتاعه الفطار والعشاء نزلت، ودي ميزانيتي بتاعه الفطار والعشاء. ويا جماعه انا ميزانيه يوميه مش ميزانيه شهريه، وبوفر على قد ما اقدر واجيب فيها التزامات في البيت، عشان بعد كده ده بيوفر لي انا برضو. يعني انا مثلا لو جايبه حاجات عشاء مثلا ب 250 يكفوني اسبوع، ما انا ممكن اوفر من 200 جنيه دول مبلغ العشاء. لو انا جايبه غدا، لو انا وفرت 500 جنيه مثلا وجبت بيهم التزامات غدا ما انا هوفر برضو ال 200 في 200 في 200 طول الاسبوع. فبقى كده انا كسبت اكتر من اللي انا صرفته. صح صح. فاحنا لازم ندبر حياتنا كده بالطريقه دي. طبعا خلاص قشرنا البطاطس وادي البكلاويز اهو. بصوا هو بينزل ميته، ما تحطوش فيه اي ميه ولا اي حاجه، هو بينزل ميته ويشربها تاني. بصوا هو لسه فيه ميه اهوت. هفضل بقى ان انا اقلبه كده لحد ما الميه بتاعته تنشف والزيت اللي يظهر، وابدا اقلبه ايه في الزيت. طبعا هقلي جنبه البطاطس وهنقلي كمان الطعميه. بصوا الميه بتاعته اهيت، فهسيبه بقى خالص لحد ما الميه دي تشرب خالص، وابدا ان انا اديله تشويحه كده في الزيت. في ناس بتعمل له شوربه، براحتك خالص. انا الصراحه لا، مش برشح الشوربه. دي الجبنه القريش اللي انا بجيبها بتاعت العشاء، بجيب نص كيلو. بص جبنه سايحه خطيره، خطيره الصراحه. الست اللي انا بتعامل معاها ربنا يبارك لها بتديني جبنه قريش بمصداقيه. في انواع جبنه قريش بتبقى مش حلوه خالص وبتبقى سيئه جدا، لا دي بصي قشطه. قشطه يا جماعه والله العظيم. تمام. ربنا يبارك لها يا رب، ويرزقها ويرزقنا كلنا جميعا يا رب، اللهم امين. ام احمد حاضر من عيني. هنزلك ان شاء الله ميزانيتك. ابتديت ان انا والله مسكت الكشكول وابتديت ان انا اكتب لك بند 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 بند، ويا رب اكون عند حسن ظنك واقدر ان انا افيدك يعني. بس والله قعدت اكتب لك بنودك زي ما هي، فحضري بقى معايا ورقه وقلم كده عشان ان شاء الله الفيديو اللي جاي هو اللي هينزل. تمام. باذن الله يعني ربنا يا رب يصلح حالنا جميعا يا رب، اللهم امين.
فانا بديكم افكار، بعمل لكم وجبات وبديكم افكار الميزانيه بتاعتي انا. يعني عندي، بصي شيل البكلاويز تماما، انا عندي جبنه وعندي بطاطس وعندي طعميتي في الفريزر، وهعمل لهم وجبه عشاء من غير ولا مليم. لو انت مش عايزه تصرفي في العشاء، انا صرفت لان انا حبيت ان انا ايه، ابربش عليهم شويه. تمام، حبيت ان انا بربش على اهل بيتي شويه فصرفت. انت مش حابه كده، او الدنيا مش سامحه معاكي كده، طبعا كلنا بنبقى حابين ناكل اهل بيتنا احلى اكل. احنا كستات بيوت تخصصنا في البيت الداخلي. بصي بقى، زوجي بيحب طريقه الطماطم دي جدا، ان انا اقطع له الطماطم دي جدا. وعلى فكره الطماطم دي عندي انا جايبه كده 5 كيلو طماطم، خدت جزء منه عملته كده صلصه في الفريزر، وحطيت كده ايه الطماطم الجامده في التلاجة. لو طبق سلطه، طبق طماطم بالفلفل الاسمر وشويه الملح، دول زوجي بيحبها قوي بالطريقه دي. يعني فاحنا بنحب نعمل اللي اولادنا وازواجنا بيحبوه، احنا تخصصنا كده. فلو انت بقى مش الظروف ما تسمحش، خلاص جبتي حاجات العشاء، هنعمل جبنه قريش، هنقطع طماطم كده ونرش عليها شويه ملح وشويه فلفل اسمر، هنقلتها جنبها بطاطس، ونعمل كيس عجينه من اللي احنا عاملينه في الفول والطعميه. الفول والطعميه هينزل قريب برضه، هعمله لكم تاني رغم ان انا عاملاه في القناه، بس هعمله لكم تاني عشان اللي ما شافش الفيديو القديم يشوفه تاني. دمس اتعلمي، طول ما انت عايشه اتعلمي، اتعلمي تعملي معجنات، اتعلمي تقسمي فرختك، اتعلمي تعملي جبنه مشي في البيت، اتعلمي تعملي فول وطعميه فطير مشلتت. اتعلمي لان الحاجات دي بتفيدك وبتخلي اولادك ياكلوا حاجه نظيفه عن ما انت بتجيبيها طبعا من بره 100 مره. فتعلمي طول ما انت عايشه اتعلمي. بصوا بقى العشاء الجميل بتاعنا، بصوا الجمال، ادي الطعميه والبطاطس والجبنه والطماطم بالفلفل الاسمر والملح الجميل بتاعنا، وادي طبق البكلاويز. حابين تشيلوا طبق البكلاويز هيبقى دوت عشان احلى عشاء من غير ولا مليم. بس انا قلت زي ما قلت لكم بحب كده ايه، كل فتره كده بربش على اهل بيتي، ربنا يبارك لي فيهم ويخليهم لي يا رب، ما يحرمني منهم ابدا. وربنا يخليكم ليا بكومنتاتكم الجميله واللايكات الجميله اللي انتوا بتحطوها لي، بجد بتسعدني فوق ما تتخيلوا، بتخلوني كده طايره. فربنا يا رب يديم منا المعروف والمحبه، اللهم امين. تمام، فدي وجبه العشاء اللذيذه بتاعتنا. ولو انتوا حابين تصرفوش ولا مليم، يبقى عندك طعميتك، بطاطسك، جبنتك، طماطمك اللي انا عملته لكم في المشتريات بتاعه الفطار والعشاء، والدنيا هتبقى معاكم احلى. تمام، البكلاويز ينفع عشاء، ينفع عشاء وغدا. حابين تعملوا الوجبه دي عشاء غدا، اعملوها غدا. وبرده مش هتكلفك كتير، هتكلفك 50 جنيه بس. تمام، ده كان بقى الفيديو بتاعنا النهارده والعشاء الجميل بتاعنا النهارده. ما تنسوش بقى لايك حلو منك وكومنت حلو منك.